كلفوني يقول في ناس حلفوا ودفعوا من المساكين وهم محرمين من الحين عن جهل حسب ما قال. ماذا عليهم يا شيخ هذا جزاك الله. يا اخوان، مكة كما ترون فيها نخيل وفيها أشجار، صحيح ولا لا؟ طيب، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع شجر مكة يعني أن نترك ثمار النخيل وكذا ما نأخذها؟ لا، ليس هذا هو المعنى يا أخي. المعنى الشجر الذي في البر. أما والله لو إنسان زرع برسيما للأغنام يجوز أن يحصد هذا البرسيم ويعلف أغنامه، إنما المقصود الشجر الذي في الخلاء لا يختلى خلاها، يعني لا تقطع هذا الشجر الذي في البر. أما الأشجار التي تملكها فاصنع بها ما شئت. لكن إذا هذا إذا يدخل في السرقة، يعني لا يدخل في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجر مكة، وإنما هذا يدخل في السرقة. فإذا كانوا سرقوا فعليهم أن يرجعوا لصاحب النخل ويستأذنوه. ما يعرفون الموضع الآن، إذا ما فيه لأنهم يستغفرون الله جل وعلا ويحاولون أن يتصدقوا بمال يكافئ ذلك الثمر الذي أخذوه بنية الصدقة عن صاحب ذلك الثمر. هذا يا أخي مثل ما قلت لك، لو كان من شجر البر لقلنا يلزمهم الفدية، لكن الآن هذا مال يتعلق بالآخرين، يعني هذا كأنهم سرقوا من هذا الرجل مالا. هذه هي الصورة. فعليهم أن يقدروا قيمة هذا الثمر ويتصدقوا به بس. نعم.